طيب سؤال، نحن في حصة اليوم نتحدث عن الصلاة ونقاط الالتقاء بين المذهب الشيعي والمذهب السني في الصلاة. ما حقيقة ذلك الحجر الذي تصلون عليه؟ لطيف. طبعا هذه نقطة التقاء وليس نقطة افتراق. كيف؟ جميل. قضية لا الآن نشرح وهو على نشرح وجه الالتقاء. نحن عندنا شروط فيما يسجد عليه. عندنا قاعدة أنه لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض من غير المأكول والملبوس. على الأرض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وطهورا. ما أنبتت الأرض كل شيء أخرج من الأرض من غير المأكول والملبوس، هذا وارد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. في السيرة النبوية وردت قضية أن النبي كانت عنده قطعة من السعف يحملها ويضعها على مصلى التي سميت في الأحاديث بالخمرة من السعف. ولكن الخمرة عندنا ليست من السعف. هو النبي كانت في حديث البخاري ومسلم من السعف الخمرة كانت. ومن هنا مالك كره السجود على التنافس. التنفذة هي بتعبيرنا اليوم الزربية، الزرابي والمخدات لذلك المساجد في تونس في السابق كانت دائما حصر من سعف بالسعف، صحيح، لأنهم يلتزمون بالمذهب المالكي. نحن أيضا الحصر من السعف يجوز السجود عليه، أما مثل هذه الزربية هذا السجاد أو التنفس هذا لا يجوز السجود كتسهيل. لذلك إما الواحد يحمل خمرة قطعة من السعف ويضعها على المكان ليصلي فيه، أو يحمل ما أسميتموه بالحجر وهي تربة الإمام الحسين، تربة كربلاء، تبركا بهذه التربة ولأنه ورد أن السجود عليها فيه ثواب خاص. يقال أنكم تعبدون هذه التربة، أنا أقول الأشياء كما تقال، يعني أنكم تعبدون هذه التربة ويلزمها تكون من كربلاء وعندها خصوصية درجة كبيرة يعني. لا، تربة كربلاء لها خصوصية. حتى في الأحاديث السنية في مسند أحمد بن حنبل أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله وأخبره بمقتل الحسين، فطلب منه أن يأتيه بتربة المنطقة التي يقتل فيها الحسين عليه السلام، فجاءه بقبضة حمراء. وهذا حديث سلمة سلام الله عليها. تحدثنا عن خديجة لابد أن نتحدث عنها. فأصبحت علاقة بهذه التربة بناء على أن النبي أخذها وقبلها واحتفظ بها وتركها أمانة عند سلمة، وقال لها إذا انقلبت هذه التربة إلى دم عبيط فاعلمي أن الحسين قد قتل. أنا أتكلم بالحق، شاء من شاء وأبى من أبى بصراحة. ولما سأصل لموضوع الأسرة وموضوع بناء الأسرة، حقيقة أنا تعجبت وستفهمون الموضوع. طيب، فاليوم ما أراه وما رأيته ينافي تماما ما ينشر وما يروج. ومن يريد، وأقولها كما يقول الإمام علي عليه السلام، بين الحق والباطل 4 أصابع. ها هي 4 أصابع، رأيت هذه العين وهذه الأذن. فمن يسمع يختلف عن من يرى. والذين سيدخلون كل يوم يقولون لي على صفحتي وعلى الخاص: أنت يضيعوك الشيعة، أنت ستضيعوك إيران، أنت سيضيعوك العراق، أنت ستخرجين عن الملة، أنت لا أدري ماذا وتفعلين ماذا كفى. اليوم الإنسانية جمعاء تضيع. الإنسانية، يعني لن أتكلم فقط عن الإسلام. حقيقة النجف، كربلاء، بغداد سأرى غدا. وصلت متأخر اليوم. وجدت المحبة، وجدت يعني تسامح وقبول للسنة بطريقة غريبة، حتى أني لما أقول سنية تكون هي مفاجأة، يتفاجؤون، لا أخفي، يتفاجؤون في البداية، ولكن مباشرة يبتسمون يقولون ولو عادي، بالعكس نحن نقبل الكل، وهذا يسعدنا أن تكوني بيننا ونخدمك، يلا في الغداء العشاء. إلى اليوم الحقيقة لم أدفع مليم من جيبي للآن. شكرا لكل من يعني
حقيقة حتى أنني أخجل أحيانا من الحفاوة ومن هذه المحبة ومن هذا الكرم الذي رأيته في أهل العراق. شيء فوق من رائع. شكرا 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 لكل من التقاني حتى ببسمة، تلك الوجوه التي تنظر النظرة الأولى ثم تعيد الثانية لتتأكد ثم تأتي البسمة وراءها. شكرا حقيقة لكل من أدى لي كثير وقليل. أريد أن أشكر الشيخ أحمد سلمان، أن أشكر زوجته الفاضلة. لكن على مدى اليوم رأيت شعب محب، شعب طيب، شعب جميل. رأيت خير، رأيت كرم، رأيت صلاة مثل صلاتنا، وأؤكد وأسطر على هذا بالأحمر 1000 مرة. رأيتم فقط يمكن الأشياء لما أرى شخص يصلي أمامي، الفرق الذي رأيته هو أن الركوع عندهم أسرع من الرفع من الركوع أسرع منا، لأنه ما عندهم كلام يقال كثير في الركوع، وعندهم يرفعون في القنوت. نحن عندنا القنوت أيضا في الفجر، وعندهم لما يكملون التكبيرات التي نقوم بها في العيد، الله أكبر الله أكبر الله، هذه هكذا هم يقومون بها في آخر كل صلاة. لكن الصلاة مثل صلاتنا كما هي. أعجبني شيء الحقيقة جميل أنا رأيته، وأنه كل المكان يكون مفروش بالزرابي هذا، والحذية تبقى في الخارج. ولما تدخل يعني شيء اليوم في مركز القرآن الكريم بالعتبة الحسينية، من الباب الخارجي طوابق كلها، الأسانسير، الدرج، القاعات، كل شيء. يعني أحيي كل من يشرف أو هو في العتبة الحسينية حقيقة، لأنه عمل جبار 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 ما رأيت اليوم. يعني بين الفجأة والمفاجأة والاستمتاع برؤية كل هذا العمل وهذه الخدمة للقرآن الكريم. إن شاء الله يا رب يكون عندنا عمل بإذن الله معا في فترة قريبة جدا جدا جدا. أتكلم كثيرا، كلموني أنتم أو اليوم لو نحن لا نقف معا ولا نمد أيدينا إلى أيدي بعض، ولو رسمت الحدود، رسمت حقيقة بالمطارات وبالحدود على البر، نحن الذين نخلق الوحدة بقلوبنا معا. هذه هي رسالتي من أول يوم، من سنوات، وليس فقط من حيث نلتقي. لعل حيث نلتقي كانت البوابة التي فتحت ما في قلبي إليكم جميعا. وأشكر الشيخ أحمد سلمان مرة أخرى، وأشكر الشيخ كريم شنيبة. نحن، أنا وأنت وأنت، من تشاهدني ومن يشاهدني، وهذا وذاك، وكل الذين يجلسون هنا اليوم، نحن الذين سنغير هذا، ولكن سنغيره أول شيء قلبيا. فلما نرفع الحجاب، لا أحد يطلبك للتشيع، ولا أحد يطلبك للتسنن، ولا أحد يطلبك لأن تغير ما أنت عليه أو تغير ما تريد أن تكون عليه. فقط دع الخلق للخالق. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتوكل بقلبك وقل وحدتنا هي قوتنا.